تخيل ان ممكن التمرين اللي بتعمله والعلاج اللي انت بتعمله لنفسك بدل ما هو علاج فقط ممكن يكون عبادة. لكن ازاي؟ يلا بينا نعرف في اول فيديو من سلسلة الأربعون الرياضية. سلسلة الأربعون الرياضية إنتاج ماسل كلينيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ده اول فيديو من سلسله الأربعون الرياضيه نسخه ماسل كلينيك. السلسله دي للي مش عارف، وكل مره هنبدا بهذه المقدمه، احنا بنتناول فيها حديث من كتاب الأربعون الرياضيه. الكتاب ده بشكل عام مجمع 40 حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه بالرياضه. احنا طبعا في ماسل كلينيك بما اننا بنتكلم في العلاج الطبيعي والتاهيل والطب الرياضي، فهنتناول الموضوع من جزء ديني بسيط جدا ان احنا نذكر الحديث، والجزء الطبي العلاجي الخاص بالفتنس او الرياضه الخاص بينا احنا. فان شاء الله تكون سلسله ماتعه وممتعه ومفيده ليكم باذن الله. الفورمات بتاع السلسله هنتكلم عن الفكره العامه بتاعه الحديث، وبعدين نقول الجزء التطبيق الطبي الخاص بينا، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنتم ذكر الحديث بشكل كامل. فتابع لحد اخر الفيديو عشان تستفيد. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بنيتك تقدر تحول العاده لعباده، ولو نويت الصحه عشان تقوى على طاعه ربنا سبحانه وتعالى فانت بتؤجر في الصحه اللي انت بتعملها، سواء كان تمرين جيم سواء كان تاهيل وعلاج طبيعي انت بتعمله. والدراسات برضو اثبتت ان انت لما تحط هدف واضح ده بيرفع الالتزام العلاجي بدرجه كبيره، والمريض اللي عنده معنى وهدف بيكمل برنامج العلاجي والتاهيل بتاعه، بيكمل تمرينات في الجيم، بيكمل حياته بشكل عام بشكل كويس. التطبيق العملي اللي عايزين نقوله قبل ما تروح تتمرن في الجيم، قبل ما تروح تعمل علاج طبيعي، قبل ما تعمل اي حاجه في حياتك حتى لو لها هدف دنيوي زي ان انت تكون صحيح وقوي، خد نيه ان انت بتتقوى عشان تقدر تطيع ربنا بشكل كويس. احنا بفضل الله مؤمنين في المركز بتاعنا ان الشفاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وان النيه وان انت تدخل الجزء الديني في الامر هو امر اساسي، مش امر رفاهيه يا جماعه. احنا مش بنقول ان انت تجدد نيتك وتقول الكلام ده هبهزد، لا، انت لما تاخد النيه دي ده يكون اقدر للشفاء ان شاء الله ان ربنا ياذن لك بيه. الحديث كاملا: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه، حديث صحيح. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل، وتقولوا لي تحت في التعليقات لو عندكم تعليق معين او تعقيب معين على الفيديو. خلينا نتناقش مع بعض ونشير الفيديو ده عشان نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. وما ننساش واحنا بنشير ان احنا نكون واخدين نيه افاده الغير حتى نؤجر على ذلك. كان معاكم دكتور حازم طارق من سلسله الأربعون الرياضيه نسخه ماسل كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.